نشتغل لو انا عندي فايل الستريتور وعايز احركه. انا مش هبدا ان انا مش هرسم بقى، مش هقضيها كلها كور ومربعات وحاجات زي كده، لا احنا هنشتغل على فايل حد رسمه ديزاين مشهد، ونبدا ان احنا نفكر ازاي نحركه وايه التولز اللي هنشتغل بيها. هنروح على بروجكت، تمام، دبل كليك هيفتح لنا الفولدر اللي فيه الفايل بتاعنا، هنختاره. اهم حاجه دلوقتي ان انا عندي امبورت از، الكلام ده كله في الماك هو هتلاقوه في الويندوز، بس هتلاقوا مثلا شكل الانترفيس ممكن متغير، بس نفس الكلام هو موجود. امبورت از بدل ما هي فوتج هختار حاجه اسمها كومبوزيشن ريتين لاير سايزز، تمام. اشمعنى الفرق بين الكومبوزيشن والكومبوزيشن ريتين لاير سايزز؟ الفرق ان انا هنا بقول له ان انا عايز يقرا كل لاير، تمام، بالسايز بتاعه مش بسايز الدوكيمنت. قبل ما اعمل امبورت انا حابب ان احنا نفتح فايل الستريتور نفسه، وكانيميترز بنعمل فيه كام حاجه وبنتاكد من كام حاجه في الفايل الستريتور قبل ما نعمل له امبورت، قبل ما اعمل حركه الامبورت على افتر افكت دي. هو فتح معايا دلوقتي الفايل الستريتور، هتاكد ان مفيش غير ارت بورد واحده بس، يعني ارت بورد 2 دي انا همسحها لان هو الافتر افكت بيقرا ارت بورد واحده بس، تمام. وبعد كده هفتح اللايرز بتاعتي من هنا، وهتاكد ان كل حاجه محطوطه هتتحرك محطوطه في لاير لوحدها. لازم اي حاجه هتتحرك انا هحركها، مثلا الديل ده عشان يعرف حركه لازم يكون محطوط في لاير لوحده. الفايل ده دلوقتي نوعا ما كده مفصول، تمام، ده اسمه فصل اللايرز، ده كده فايل مفصول. بس هنشوف كذا مثال ممكن يحصل. مبدئيا اي لاير ما جنبهوش سهم كده معنى كده ان اللاير ده فاضي ما فيهوش حاجه، فلما هيروح لي على الافتر افكت هبقى حاسس ان في لاير بس انا مش عارف ايه اللي جواه لان انا مش عارف اشوفه، فممكن يزاولني. فانا باجي هنا اوتوماتيكلي بقوم مسحه واتاكد بس ان انا اللي بمسحه ده لازم يبقى لاير اوريدي ما فيهوش اي داتا، ما فيهوش سهم كده، ما فيهوش باث، ما فيهوش اي حاجه، تمام. دلوقتي دي مثلا دي الودان، دي العينين. دلوقتي انا العينين دي مثلا انا عايز العين اليمين والعين الشمال يكونوا لوحدهم. لو انا عايز افصل حاجه بالمنظر ده فانا الاول بعمل جروبس. يعني مثلا ايه، دلوقتي انا عندي في الالستريتور هنا عندي اللاير ده واللاير ده واللاير مش اللاير ده سوري الباث ده والباث ده والباث ده، دي عندي باثs كتير. لو انا جيت تحت السهم بتاع اللاير هلاقي ان هو فيه دوائر كتير واشكال كتير. انا دلوقتي عايز اجمع الاجزاء اللي هتتحرك مع بعض. يعني هي دلوقتي هنا عينيها كلها انا قررت انها هحركها لوحدها كلها مع بعض، مش هحرك جزء بعينها جزء لا. فانا همسك عين دي كده ودي ودي، تمام، دول كده مع بعض، تمام، اهم مع بعض كده، وادوس كنترول جي، تمام. كنترول جي يعني جروب، ان انا هجروب الباثز دي كلها يبقوا في جروب واحد. نفس الحكايه هنا، همسك ده مع ده مع ده، كوماند او كنترول جي هيقوم هنا عمل لي ايه اهو، عمل لي جروب. الباث ده انا عايزه، لا انا الباث ده ده كان بقها، هاخده كات واحطه فين، حطه مع الشنب هنا كده. فهاجي عند اللاير بتاع الشنب ده وهدوس كنترول شيفت في عشان يعمل بيست ان بليس. انا خدته من اللاير ده لللاير ده، عشان انا دلوقتي لو كنت حركت لاير العين خليتها مثلا يطلع وينزل فهلاقي ان مناخيرها او بقها بقى بيتحرك مع عينيها، لازم ميك سنس. فانا محتاج ان انا اتاكد ان اللايرز بتاعتي تكون كلها مفصوله، كل لاير مفصول. يعني مثلا الودن دي كلها على بعضها كده، لو دوست هنا دي الودن اليمين كلها، دي الودن الشمال كلها، دي العينين، دي العصايه، تمام. لاير 18 ده ايه؟ فده مثلا هنسميه مثلا توب تانك مثلا. لاير 7 ده مثلا تانك bottom. هنسميه مثلا ده فيش تيل. اهم حاجه موضوع تسميه اللايرز ده لانه بيفرق جدا جدا جدا. فانا وانا شغال في الانيميشن انا عارف اللاير ده ايه، مش هفضل كل شويه شو هايد وانا بحرك مركز في التحريك ان انا اشوف ده اللاير ده جواه ايه بقى. فلا انا هنا مثلا
بسمي كل حاجة من هنا، مثلا ده ايه، ده وشها، فده هيبقى كات فيس. بدوس دبل كليك على الاسم هنا كده، او دبل كليك على الصورة عشان اكتب حسب انا عايز اغيره ازاي. الباك جراوند لونها اسود، فانا كده كده هشيلها لان اوتوماتيكلي عندي على الافتر افكت الباك جراوند لونها اسود. تمام، ظهرت لي دلوقتي اهو شويه مشاكل ان ايه، هظبط بس ان انا هاجي هنا كده الفايل ده هسيبه لكم برضو بحيث ان انتوا تجربوا شغل بيه. تمام، هسيف دلوقتي. طيب let's say ان انا جالي حاجات مش مفصوله خالص، خلينا بس ايه نخلص الحته بتاعت الالستريتور دي على بعضها. let's say مثلا انا نزلت الفايل ده كده، اوكي، سواء بقى من اي موقع، وعايز ان انا احرك الايكونز دي. فانا مثلا ايه، ده كله على بعضه كده، هاخد ده مثلا كده، هاخد ده كات، وهروح هعمل فايل نيو او كنترول ان، وهختار السايز بتاعي 1920 في 1080 كرييت، هدوس بيست، هظبط السايز زي ما انا عايز. دلوقتي هو كله على بعضه في لاير واحد، انا ما اعرفش اشتغل بالفايلز بتاعت الستريتور لو هي في لاير واحد. مبدئيا انا مش عايز الكلمه دي، فانا هشيلها عشان اعرف ان انا دلوقتي اتعامل مع الشيب ده او مع الاوبجكت ده واعرف احركه، محتاج ان انا افصله. فانا هاجي، هو دلوقتي معمول جروب، عشان افك الجروب هدوس كوماند شيفت جي او كنترول شيفت جي، هيفك الجروب. دلوقتي بقى الباك جراوند لوحدها، هخليها لوحدها في جروب. يعني ايه؟ يعني هقف عليها وادوس كنترول جي. بعد كده عايز اعمل لها لوك عشان ما اعرفش امسكها تاني، فهدوس كنترول 2 او كوماند 2 اللي هو رقم 2. بعد كده هاجي هنا، ده كله جروب هفكه كنترول شيفت جي، هقف الجزء ده كله على بعضه، هيتحرك على بعضه يبقى جروب لوحده. اي حاجه هتتحرك على بعضها بعتبرها جروب، فده كله هيبقى جروب. ده انا عايزه يبقى مفصول عن بعضه، كنترول شيفت جي. تمام، هخلي ده جروب وده جروب وده جروب. دلوقتي بقى عندي ايه؟ بقى عندي جروبس كتير جوه اللاير ده. الخطوه اللي جايه ان انا هاخد الجروبس دي كلها، هعمل سيلكت كده من فوق على الدواير دي، واقف على اللاير وانا هعمل سيلكت ليه كده، واختار ريليس تو لايرز سيكونس. ضغطتها منين؟ شايفين الشرط دي كده؟ هقوم ضغط عليها من هنا، ريليس تو لايرز سيكونس. حول الجروبس كلها للايرز. هقدر ان انا اخدها واطلعها بره كده وامسح اللاير الفاضي ده. دلوقتي بقى عندي ايه؟ لو جيت هنا كده شايفين بقى كل حاجه واخده كلر كود مختلف، معنى كده انها محطوطه في لاير مختلف. ده كده جاهز للتحريك، اقدر ان انا اعمله امبورت للافتر افكت، واقدر ان انا احركه زي ما انا عايز. نرجع تاني للمشهد بتاعنا. المشهد بتاعنا اوريدي معمول معاه كده، كل حاجه اهي مفصوله واخده كلر كود مختلف. لو دوسنا سيف دلوقتي ورحنا على الافتر افكت واخترنا الفايل، اتاكدنا ان هو كومبوزيشن ريتين لاير سايزز، دوسنا اوكي، هيحطه لي اوتوماتيكلي في كومبوزيشن. لو انا ضغطت على دبل كليك على الكومبوزيشن ده دلوقتي، هلاقي ان كل حاجه اهي محطوطه في لايرز مختلفة عن بعض. لو دوست زد وانا دايس زد وبعمل كده، اقدر ان انا ازوم ان في المشهد بتاعي. وكده ده دلوقتي كده مشهد جاهز ان انا احركه، وهنبدأ ان احنا نحركه سوا مع بعض.